صحيت الصبح بدري في يوم المؤتمر، الكلام ده كان من اسبوع، وكنت كاتب قبلها ان انا حكون في المؤتمر ده، فلو في حد من حبايبنا ممكن نتقابل في المؤتمر. وفتحت الموبايل الصبح اشوف كده الرسائل والكومنتات، لو في حد بعت لي ممكن نتقابل في المؤتمر. وكان في حوالي 4000 كومنت على البوست ده يعني. بوست تعليق منهم واحد فقط، تعليق واحد كان سيء او يعني سلبي، يعني الراجل يعني ايه، انتقد بس بطريقة مش مؤدبة يعني. تخيلوا بقى، انا قعدت اليوم كله عاوز ارد عليه، يعني انا دمي محروق. الراجل طبعا انا شاكك ان انت معاك الدكتوراه اصلا يا ابن الراجل الطيب، يعني ده انا طلع عيني في الدكتوراه اصلا. طب هرد يعني، طب ولا، وقلت خلاص سيبك منه، طنش. قفلت التليفون، رغم انه خلي بالكم كان في حوالي 3900 كومنت كويسين. احنا كبني ادمين بنسيب التعليقات الكويسه وبنمسك في التعليق الوحش. تمام، عامل كده، انا عارف طبعا الموضوع عامل زي الجلابيه البيضاء كده لما يبقى فيها نقطه سوداء، طبعا انت بتسيب الجلابيه البيضاء كلها وتمسك في النقطه السوداء يعني. ودي غلطه احنا بنوقع فيها كتير مننا يعني، بننسى التعليقات الكويسه وننسى الدعم من الناس ونمسك بقى في حاجه وحشه يعني. طبعا انا الموضوع ده ضيع لي يوم المؤتمر بالكامل، لدرجه ان انا وبعرض في المؤتمر في دماغي، انا برد عليه في دماغي، ها انتوا متخيلين؟ وانا واحد ده ما اعرفوش يعني، ولا اعرفه ولا شفته ولا هشوفه تاني يعني. فهي دي اول رساله انا بقولها لنفسي ولكل واحد فينا يعني. سيبك من كلام الناس، الناس مش هتبطل كلام اصلك يعني. فاللي عاوز يشوفك كويس هيشوفك كويس، واللي عايز يشوفك وحش ما يشوفك وحش، ايه يعني. تمام. فعلى رأي المثل بيقول لك ايه، من عاش بمدح الناس مات بذمهم. فده اول درس انا اتعلمته، ان انا اول حاجه ما افتحش التليفون اول ما اصحى الصبح. تمام، لان انت ممكن تلقى تعليق سلبي يضيع لك يومك بالكامل يعني. ممكن انت تبدا تاخد يوم كامل وترد في دماغك، بقى ممكن تعمل الغلط الاكبر، ان انت بقى تبدا تتنرفز وترد عليه رد وحش وتبدا تبوظ الدنيا بقى. تمام، وتقعد تعيش في رد الفعل ده والفعل ورد الفعل والكومنت ورد على الكومنت، وتضيع يوم من حياتك يعني. واول حاجه تجاهل، ما تفتحش التليفون اول ما تصحى. ولو شفت تعليق وحش او اي حد انتقدك في الحياه يعني، ما ينتقدك هي يعني، وهو مين اصلا؟ ولا يعني عادي يعني، الناس ما تعمل لهمش قيمه كبيره في حياتك يعني. ده الغرض من القصه يعني. تاني حاجه، اتعلم بقى، ركز. اللي الاهم من ده كله بقى، تركز تعمل براندنج لنفسك كويس. اللي اقصده هنا انه الناس كلها بتفكر في البراندنج ده. انا لما اتكلم ان انا بعمل شغل او نشرت كتاب او حضرت مؤتمر، في ناس بقى بتبص لها على اساس انه ده شو اوف، الراجل بيتباهى. لا، مش بتتباهى ولا حاجه. انت لو بتعمل حاجه كويسه خلي الناس تعرفها يا سيدي. تمام، يمكن تكون امل او تكون قدوه لحد تاني محتاج الكلام ده. تمام، ما انتوا شايفين السوشيال ميديا والحاجات كلها بقت من الحاجات السيئه. ليه؟ لان الناس الكويسه مختفيه. تمام، انت مختفي، اول حاجه بتخاف من النقد. تمام، ودي عندنا في الصعيد، في مصر او الصعيد عموما يعني. مش متعودين ان حد ينتقدنا. تمام، فان انت حد ينتقدك دي كبيره خالص يعني، وما بتعديش بسهوله يعني. فلا يا سيدي، تعود على ان حد ينتقدك، ايه المشكله يعني؟ عادي خالص يعني. تمام. ثانيا، انت في الحياه العاديه، لو انت ركزت على ان انت ما تغضبش بسهوله، دي حته مهمه جدا يعني. عنترة بن شداد كان بيقول ايه في الحته دي؟ بيقول لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب. الانسان اللي بيعلو به الرتب وبيكبر ما بيحملش حقد لحد. ولا ينال العلا من طبعه الغضب. اي حد هيكبر ومنصبه هيعلى مش هيغضب بسرعه. فدي بصراحه دي من الحاجات اللي انا بدات اتعلمها انا في حياتي كاحمد، ان انا مش اي حاجه تخليني ازعل بسهوله يعني. ف غير كمان حته البراندنج، زي ما بقول لكم في ناس بتخاف من حته البراندنج، انه انا مش عاوز الناس تشوفني وانا بتعلم. تمام، اخاف من انتقاد الناس ليا، وبالتالي بيفضل مستخبي. ما محدش بيعرف عنه ولا بيعرف عن شغله. في حين انه الدكتور ايهاب مسلم بيقول جمله حلوه جدا بصراحه، بيقول الاشهر بيشتغل اكتر من الاشطر. يعني لو واحد مشهور في مجال او في حاجه معينه، هيشتغل اكتر من واحد ممكن يكون اشطر منه في المجال. فدي من الحاجات المهمه. انت لو بتعمل حاجه كويسه، بوست ولا بوستين كل اسبوع اتكلم عن شغلك،
طالما يا سيدي حاجه كويسه وحتفيد الناس، ليه لا؟ يعني ما تفضلش مستخبي، يعني هتفضل مستخبي لحد امتى يعني؟ والفرص ما بتجيش غير للناس اللي هي بتتجرأ وتطلع. ومن يهب صعود الجبال يعيش ابد الدهر بين الحفر. يلا نشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم.